السلام عليكم يا أجمل المتابعات، أتمنى أن ينال فيديو اليوم إعجابكن. فوسط دروب فاس العتيقة، حيث يختبئ الجمال في كل ركن، وحيث تتنفس الأصالة المغربية في كل حركة يد، يوجد فن ليس كأي فن، إنه نقش الحناء الفاسي، حكاية لا ترسم بالألوان، بل ترسم بالصبر، بالحب، وبأصابع لا تعرف التسرع. كم من عروس زينت يديها برسومات فاسية، وقالت: كم هو جميل، لكن القليل فقط يعرف المعنى خلف كل رسمة، وكل دوامة، وكل وراء كل خط، وكل زهرة مرسومة، توجد معلمة جلست بالساعات تغمس مخروط الحناء وتبدع بهدوء، تضع قلبها في كل نقشة، وتترك بصمتها التي تبقى في الصور وفي الذاكرة. نقش الحناء الفاسي ليس مجرد زينة، هو تراث، هو لغة مرئية تتحدث عن الفرح، عن الأنوثة، عن الانتماء. هل سبق لكن أن شاهدتن نقش الحناء يرسم؟ هل رأيتن الصمت الذي يملأ المكان؟ كأن هناك حوارا صامتا بين المعلمة والحناء، كأن الفن يسير وحده على اليد، يرسم دون حدود. كل نقشة لها معنى، بعض النقوش ترمز للبركة، وبعضها للحب، وبعضها ببساطة تعكس ذوق الصانعة وذوق من اختارتها. المعلمة الفاسية إنها فنانة تنقش الحكايات على اليدين، وتخلد لحظة من الجمال لا تنسى. وفي وقت السرعة والمظاهر، لا تزال هناك نساء مخلصات حافظن على هذا الفن، وورثنه لبناتهن، وطورن النقش بأساليب حديثة دون أن ينسين الأصل. نقش الحناء الفاسي ليس مجرد تزيين، هو احتفال بالهوية، وهدية تقدم من القلب للقلب. وحتى إن اختفت الحناء بعد أيام، تبقى اللمسة، تبقى الذكرى، وتبقى فاس دائما مدينة تنقش الجمال بطريقتها الخاصة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، دعمكم بلايك والاشتراك في القناة يشجعني على الاستمرارية في تقديم الأحسن.